الجانحين راه جنحه ماشي مخالفه، راه جنحه، لان ملي ما تصالحش معاه في الطوبيس كيدوزوا لضباط الشرطه القضائيه كيديروا ليه محضر، ولا بغى يطران. اللي بغينا نسطروا عليها واللي اللي دواو عليها بزاف ديال المغاربه واللي كانوا رافضينها كاملين، واش الكونترولور عنده الحق يقلبني انا سالت؟ انا جايك دابا. كاين بعض الناس اللي كيديروا شرع يديهم. حنا تندوي على المغرب كله، راه ما كندويش على الدار البيضاء، كندوي على المغرب كله. كاينين شي وحدين كيزيدوا من عندهم ضدا على الاوامر اللي كتعطاهم من الاداره ديالهم. كيجي كيبدا يقلب فيه، تيقول لي انت عندك تليفون ب 4000 درهم وما عندكش، كيمشي يخشي في يده. هذه ممنوعه، يعني ممنوع الا لا شك فيه شي حاجه تشكل خطرا على الركاب او على سميتو على الطوبيس. واخا في حاله ما انا طالع بنيه بسوء النيه وهز معايا المضى ولا هز معايا شي مسحاده ولا شي حاجه، واش عند الحق هذاك المراقب يقلبني؟ يقلبه الا شك فيه. مثلا بحال دابا المراقب كيطلع وكيعرف الاخر داير شي مضايه، مثلا شي مسطره دايرها تحت من السروال وباينه من جهه الركبه الراس ديالها، وباينه راه المسطره كتبان بنادم اللي كيهز تحت حوايجه. فهمتي؟ ان تعرضوا هما، انا ما كندافعش عليهم ولكن نقولوا الحقيقه، تعرضوا لعده، في خدمتي انا درت عده قضايا كيتعرضوا للعنف واعنفوها. واحد غير طلبوا منه من واحد المدينه من وسط المغرب، طلبوا منه غير ينزل في المدينه في شارع الجيش الملكي، طلبوا منه غير ينزل، قالوا له نزل جبد المضايه من تحت من الكم ديالو، وهو يضرب ذاك الكونترولور، شرك ليه وجهه، شرك ليه 24 غرزه، وباه لاباس عليه في هذيك المدينه، معروف باه، وضربوه ب 24 غرزه وداوه للتجميل ديال ذاك الطبيب اللي دابا راه في السجن. يعني باش تعرف، لذلك له الحق باش إلا شك فيه أنه يشكل خطرا على الراكبين وعلى عناصر المراقبة أو على الشيفور كيتقلب. وهذا عمل خصو يديروه حتى المواطنين العاديين. المواطن عادي كيشوف واحد هز المضى ولا ماشي هو هذاك ولا شي حاجة، من حقه أو سالت، من حقه أنه يقول ليه داك الشيء تحت منك، من حقه. ومن حقه أنه يبدي عليه العنف لأنه هذاك عنيف. في المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية كتقول يحق اختياري، يحق في حالة تلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل ماشي توقيف، ضبط الفاعل وتقدير. شنو هي الضبط؟ الضبط هو التوقيف بشتى الوسائل حتى الامتثال. ملي يمتثل ما تقيسوش، ملي تكتفوا ما تقيسوش. يعني انا